السلام عليكم. المحب لأي جمعية معينة شكون اللي يطلع له الكوتا متاعو وشكون اللي يطيحها؟ هما ملعبية الجمعية متاعو، هما اللي يخليوا راسه مرفوع واللي يخليوا راسه مدنكس وهو يمشي في الشارع. وثم نوعية متاع ملعبية يلزوك باش تحسبها 1000 مرة، باش تدورها في لسانك قبل ما تخرج الكلمة 100 مرة. كون قاعد في قهوة، في قاعدة، في لما وتحبك اللي غدوة باش نجيبه طرح 3 نقاط ما تحكي ليش يا ولدي. نجم لو تتكلم الكلام هذا، اما يكون عندك ملعبية يخرجوك علوش، يخرجوك حماس. النوعية هذه متاع الملعبية موجودين في الافريقي بالله بجاه ربي. قبيل حكينا على لقطة معينة بعد هدف تعادل الافريقي، لكن ما تفرجناش في الفيديو. بجاه ربي خليونا نتفرجوا في الفيديو مع بعضنا وبينك وبين روحك. ملاعبي كما الخضراوي اللي باش نشوفوه وطريقة الفرحة متاعه تنجم تميزي عليه بجاه ربي قبل ما يبدا الطرح. تنجم تقول راني باش نجيبهم 3 نقاط وانت عارف انه في الافريقي ثم لاعب متقمص الوانه اسمه حمزة الخضراوي، من غير ما نحكيو على بقية الملعبية. بجاه ربي خلينا نتفرجوا في طريقة فرحة الخضراوي بعد بطبيعة نرجو عدنا ما نحكيو. والفرحة متاع الملعبية اللي أصلا هي في حد ذاتها فضيحة. شردوا الجماعة، واحد شارد من هنا والاخر فاصع من غادي والاخر يجري من الشيرة الأخرى والاخر منحي مريولو باش يضرب في الاربيتر مش فاهم وين يجري بالضبط. فرحة هستيرية يا معلم. هذا يكون تكيو الخضراوي. شبيت تلتخ هكاكا؟ شبيت تصرع؟ ضربك جن؟ شنو صار لك بالضبط؟ سنايبر قناص ضربك من بعيد من الجرادان؟ شنو حكايته؟ ستاج الوحش في الفرحة يا ولدي. راهو اليوم الفرحة هذيك لو كان جاء الافريقي الهدف هذاك اللي سجله هدف الربح اللي جاب له 3 نقاط، كي تفرح بالطريقة هذيك معلم فضيحة. فما بالك فرحة متاع نقطة ضد مستقبل سليمان يا معلم. مشى وطاح. ماشي في بالي انا كان جيت غادي ديريكت نمشي نعيط للكينين، نعيط للطبيب يجري له كريس كاردياك. شنو هو الحكايه اللي صارت له؟ خاطر ما نتوقعش انا ملاعبي يجيب نقطه تعادل يفرح بالطريقه هذيك. فكرني بك الطفل الصغير اللي يبدا في جيان ولا كذا مع امه باش يشري حاجه وامه تقول له لا حلوه كذا، يتلطخ هكاك ويبدا عادي يتصرع ويبدا يعمل فيها. الخضراوي هكاك عمل. لا الخضراوي كلاس. الخضراوي حتى كي تلطخ قعد غادي. لا تفهموا لا كريس كاردياك، لا تفهموا تصرع، لا تفهموا داخ، ما تفهموش اصلا، ما تفهموش شنية اللي جاء في مخه في الفتره هذيك. زعما ملاعبي كيف هكا تنجم تميزي عليه؟ زعما ملاعبي كيف هكايا موجود في الافريقي تنجم تقول الافريقي انه قادر ينافس الاخر جوله على البطوله؟ ترضيه ابسط واتفه الحاجات الشخص هذايا ترضيه. اذا يرحم والدين والديكم نعاودها للمره 1000 كجمهور يا ولادي، ما عادش تفرحوا لهم يا ولادي، ما عادش تعطيهم جنب، ما عادش تقولوا عدنا ملعبيه وقت اللي النتائج تكون ايجابيه، على خاطر في كل لحظه ينجموا يجبدوا بيكم، ينجموا يخونوكم. تعرفش علاش نقول لك ما عادش تعطيهم جنب؟ لانه انت كجمهور العقليه نتاعك غير العقليه نتاعهم هما كملعبيه. انتم كجمهور خلطتوا على الملعبيه اللي فازت بالالقاب وفرحتكم. فوز الويسي، عادل السليمي، كاماتشو، سالوتاجو، وجالان تامتي اللي هو الملعبيه اللي فازت بالالقاب. بينما الملعبيه الحاليه راهو كي تلمهم الكل مع بعضهم ما عندهمش كاس. يعني ملعبيه كيف هكايا ما عندهمش العقليه نتاع الالقاب يا ولدي. راهو كل ما تكبس معاهم وديما ما ترخفش معاهم. ريتك اللي المثل يقول لك اكبس باش تلقى بترخف. ليه هذوما اكبس وما غير ما تخمم في الرخفان ويا ربيش تمنع. لذا ثم سيناريو خايف منه على الاخر. لا تقول لي لغه يدي فاش تحكي ولا هم يحزنون. النجم الرياضي الساحلي اللي انتصر على المتلوي 2-0 والنتائج نتاعو الفتره الاخيره بعد خروجه من مسابقه الكونفدراليه تحسنت. ظهر لي جاب 2 انتصارات على التوالي. التوال اللي المحللين يحكيوا على اتعس بدايه موسم في تقريبا 20-30 سنه تعداوا عليه. بينما الافريقي من 2015 وحكينا على الرقم اللي حقه بعد فوزه ببطوله 2015 الى حدود الموسم الحالي من اصل 11 جوله ما جابش
فيش 25 نقطة. يعني نحكيو على موسم ممتاز للإفريقي، نحكيو على موسم كارثي بأتم معنى الكلمة للنجم الرياضي الساحلي. في بالك إلى حدود الجولة 12 حاليا بين الإفريقي وبين النجم الرياضي الساحلي قد بيناتهم 11 نقطة. مرحلة الذهاب مازالوا عليها 3 مقابلات. كي تجي تشوف المقابلات للإفريقي وتجي تشوف مقابلات النجم الرياضي الساحلي تلقاها مقابلات لتوال أسهل. لتوال شكون عنده جرجيس في سوسة، ومن بعد عنده بنزارت في بنزارت، وبعد يجيه النادي الرياضي الساخسي في سوسة. بينما النادي الإفريقي يطلع للملعب التونسي في النيفر، ومن بعد عنده الترجي الرياضي. لا تقول لي لهنا لا غادي مباراة يعني في ملعب يعتبر محايد. ملاعبية الترجي ما همش الملاعبية اللي باش يتفاجعوا من جماهير الإفريقي، نفس الشيء الملاعبية الإفريقي، ولو انه ثم نسبة كبيرة من الملاعبية هذوما ما يستحقوش جماهير الإفريقي اللي كل مقابلة تكون متواجدة بأعداد غفيرة. والمقابلة الثالثة باش تكون ضد الأولمبي الباجي في باجة. يعني راك ما تمنهمش الملاعبية هذوما، لو كان ما تكبسش عليهم من توا ويلزم يقوموا بردة فعل في المقابلة القادمة ضد الملعب التونسي، وتستمر ردة الفعل هذه للمقابلة الديربي ضد الترجي الرياضي. راهو النوعية متاع الملاعبية هذه ما تمنهاش، ما تمشيش النتائج في الزوز 3 مقابلات القادمين. من غادي يحافظ النجم الرياضي الساحلي على السلسلة المحترمة اللي بدا يكون فيها 2 مقابلات على التوالي عادي جدا. في مرحلة الذهاب تلقى بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي من 11 نقطة الى عادي جدا 6 نقاط. صلي يعني به ملا اخي ما صارتش، هي ما صارتش. لتوال عمناو لحدود الجولة السادسة ولا السابعة عنده تقريبا 4-5 نقاط يلعب على تفادي نزول. وين كملت الحكاية؟ بالك كملت الافريقي يلعب سنة في الشامبيونز ليج. ما يهمنيش انا لتوال خيب امال جماهير وفضح الكرة التونسية، ما فضحش، لكن نقارن فيه حاليا بالافريقي وبينه هو. لتوال عمناول كمل الموسم في المرتبة الثالثة، بينما الافريقي في المرتبة الرابعة مع شكون؟ مع ترجي جرجيس اللي الافريقي شدها مرتبة ثانية 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 الأولى ثانية 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 ثالثة ثانية ثانية في الآخر. وين كمل؟ في الآخر كمل الرابع بنفس تقريبا الملاعبية هذوما. لذا يرحم والدين والديكم اخطاونا من لغة الافريقي الوضعية نتاعو باهية وبرا تعادل. وش بيك متشائم؟ خاطر متشائم نعرفها. كان جيت نعرف ثم ملاعبية صحاح، ريت حتى كان خسرت اليوم الافريقي ضد مستقبل سليمان برا خسرت عاثرة تصير، خاطر متأكد انه باش يقوموا بردة فعل ضد الملعب التونسي. ثم ملاعبية قادرين انهم يجيبوا 3 نقاط من نايفر، ثم ملاعبية قادرين انهم يفوزوا بالدربي ويكملوا مرحلة الذهاب في المرتبة الأولى عادي جدا. اما النوعية هذه نتاع الملاعبية تتأثر برشا، ريح يهزهم ريح يجيبهم. لذا يرحم والدين والديكم الكبس ومقالة الناس ثماشي ما يجيبوا بعض النقاط في 3 مقابلات في مرحلة الذهاب. خاطر بصراحة قاعد نشوف في فضيحة كبيرة برشا يا معلم. كان بطولة مقحولة بالطريقة هذه، بطولة ضعيفة، أندية متواضعة. سليمان الميزانية متاعها 1,200,000 يا معلم. انت راك في المرتبة الثانية بعد الترجي الرياضي في الشهري الملاعبية 650 مليون، بينما تلقى ملاعبية الشهري متاعهم في 70 و80 و90 مليون. يعني انت اضرب في الستة وفي حتى في السبعة. يعني الى متى يا معلم بطولة ضعيفة كيف هكا وانت باش تكمل؟ هاو مرتبة رابعة، هاو مرتبة خامسة، واجري وجري ورا الكاس لعل وعسى النجم نوصل نفوز بالكاس. وهاو حتى كان ما فزتش بالكاس ولا تفهم حسابات عمري ما سمعت بها، والله عمري لا سمعت بها. ثم حسابات من اجل التأهل للكونفدرالية. هاني انا وصلت للنصف نهائي في الكاس، وثم ملاعبية يلزمهم يوصلوا للنهائي لمصلحتي انا، وعلى خاطر الجمعية الاخرى وصلت في المرتبة الثانية ولا في الثالثة في البطولة، والنجم انا نعدي لها من هنا ونمشي الفصل كذا باش النجم نترشح للكونفدرالية. ترشحت ما ترشحت يجيبها بذراعك يا هذيك رب. بطولة مقحولة الى متى باش تقعد انت تعمل في الفضح في كل موسم؟ ان شاء الله المقابلة القادمة ضد الملعب التونسي لا نيفر ولا هم يحزنون. برا جيب 3 نقاط نتاعك ثماشي ما تصلح الوضعية نتاعك قبل مواجهة الترجي الرياضي. في ختام الحلقة من نجم كان نقولوا حظ موفق للفريق، حظ موفق للمنتخب، لاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية في الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كنا تونس، وسلام.